الحلويات اليابانية؟ جيتيكم من اليابان لبغداد. تدرون الكنتاكي صار آيس كريم؟ اليوم راح تشوفون تجربة وكالة حلويات يابانية اللي هي أنكل أوتاكي. أول شيء راح نشوف جمال المكان. وأول ما تدخلون راح تشوفون ديكور مرتب بطريقة تخليكم ترتاحون قبل لا تجربون الحلويات اللي عندهم. الإضاءة هادئة والجدران بها لمسات مودرن ممزوجة بلمسات يابانية، وأكيد اختارينا أكثر من نوع من داخل المنيو على مود نجربهم. وهسه اجى وقت نجرب الحلويات اليابانية. أول شي راح أجرب هاي القهوة الفوجي، بس والشكل مالتها قد حلو. وأكثر شي متحمس أجربن اللي هو كنتاكي آيس كريم، وبالإضافة للكيك الياباني. وهسه راح نجرب الكنتاكي آيس كريم. دائما اسمع عن الحلويات اليابانية، بس اول مرة اجرب شيء اقول لا خلي اوقف واجربها من جديد. دخلت الوكالة انكل اوتاكي وشفت عالم ثاني، واني كصانع محتوى لازم اوثق لكم كل هذا الجمال حتى يوصلكم مثل ما وصلني. ذوقت تاياكي ايس كريم، والهوكايدو يكون مكرمل من الخارج وبداخله صوص خاص بالوكالة، وهذا هو التين كويز يكون عجينة وبداخله جبن ياباني خاص. أكيد أنصحكم تجربوهم والتجربة خير برهان. تجون الأنكل أوتاكي راح تحصلون على ذني جوازات السفر، وكل ختم عبارة عن طلب واحد، كل 5 طلبات راح تحصلون على السادس مجاني. أما بالنسبة للجواز اللي ب10 ختومات راح تحصلون على خصم 10% لمدة 6 أشهر. يلا ايش منتظرين؟ تعالوا فيزوا يما أنكل أوتاكي اللي صاير بالسيدية. اليوم أنا كنت بوكالة أنكل أوتاكي اللي صايرة بالسيدية قرب في الكتل خيزران. لو جربوه مش منتظرين الطعم يفوتكم.